وانتهت مباراة الزمالك وسموحة في كاس عاصمة مصر بهزيمة الزمالك بهدف مقابل لا شيء. ده غير الاهداف الكتير اللي ضيعها نادي سموحة، وغير الاهداف اللي ما اتحسبتش بداعي التسلل او الاوفسايد. نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك النهارده كانوا نازلين يخسروا، كانوا نازلين يلعبوا ضد نادي الزمالك، كانوا بيلعبوا النهارده مع نادي سموحه ضد نادي الزمالك. قبل المباراه اتكلمنا وقلنا ملعب ارضيه المقاولين العرب مش احسن حاجه، ومش هيساعد اللعيبه ان هي تظهر امكانياتها او تلعب كوره، بس اللي احنا طالبينه من اللعيبه ومن احمد عبد الرؤوف نشوف شكل تكتيكي منظم في الملعب. اعمل اللي عليك، والتوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا. بسم الله ما شاء الله كده ما شفناش اي حاجه في الملعب، لا تكتيك ولا اداء ولا رجوله ولا غير على تيشيرت نادي الزمالك اللي هم لابسينه. كل اللعيبه اللي لعبت النهارده مش عارفه قيمه تيشيرت نادي الزمالك. مفيش فنيات نتكلم عليها، يعني مفيش لعيب سيء نتكلم عليه نقول ما كانش موفق النهارده في المباراه. من اول حراسه المرمى راس الحربه كلهم مش موجودين خالص، ما عندهمش كواليتي لعب كره القدم. انا فاكر ايام ما كنت بلعب كوره كده في ايام المدارس، لما كنا بنلاقي فرقه ناقصه كده كنا بنجيب اي حد مالوش في الكوره خالص، اللي هو ما بيعرفش يشوط فنكمل بيه عدد، ما بيعرفش يباصي اللي هو يجي يشوط الكوره كده يشوط الهوا فنكمل بيه عدد. لعيبه الزمالك هي اللعيبه دي، وللاسف الشديد اللعيبه اللي ما بتعرفش تباصي كوره وبتشوط الهوا دي بتاخد ملايين، عقوتها بتاخد ملايين. والغريب بقى ان مستحقاتهم لو اتاخرت بيطالبوا بالمستحقات بتاعتهم. طب انت بتأدي بتمن الفلوس اللي انت بتاخدها من النادي؟ لا طبعا. طب انت بتأدي بالشهرة والمكانة اللي انت واخدها بسبب لعبك في نادي الزمالك؟ لا طبعا. بالنسبة لكابتن احمد عبد الرؤوف بقى، انا اكتر واحد في مصر كان بيدعم كابتن احمد عبد الرؤوف، وقلت ان هو كان ماسك فريق بلدية المحلة ومقدم معاه شغل محترم، بس ما كانش معاه كواليتي اللعيبة اللي تساعده ان هو ينفذ فكره، خصوصا ان هو دارس وفاهم، مش مجرد مدير فني كان لاعب سابق وخلاص. جه نادي الزمالك بدات ادعمه، قلت لازم مجلس اداره نادي الزمالك يدعم احمد عبد الرؤوف علشان خاطر معانا مدير فني من نادي الزمالك دارس وفاهم. مباراه في الثانيه في الثالثه مفيش اي تغيير خالص، بالعكس بنشوف اسوأ اداء لنادي الزمالك. ده غير بقى مدير الكوره، بعد ما مشينا الناس الزملكاويه اللي اتربوا في الزمالك وكانوا لعيبه سابقين في الزمالك كانوا ماسكين مدير الكوره في نادي الزمالك، بعد ما مشوا من نادي الزمالك بقينا نشوف لعيبه ما عندهاش روح. اقل حاجه كنا بنشوفها من مدير الكوره الزملكاوي اللعيبه بتلعب بروح، مفيش امكانيات، اللعيبه بتكون مهزومه بيلعبوا لاخر لحظه في المباراه، بيهاجموا بيضيعوا فرص لحد ما يتعادلوا ممكن يفوزوا كمان. انما بعد مدير الكوره الزملكاوي ما مشي من نادي الزمالك مفيش روح، مفيش حد بيحمس اللعيبه. ليه؟ لان مدير الكوره اللي موجود كل همه ان هو ياخد مرتبه وياخد فلوس من نادي الزمالك. لو فاز بيطلع بعد المباراه يقول احنا تحت امر نادي الزمالك، ونادي الزمالك نادي كبير، ونادي الزمالك نادي عريق، والكلام الانشا المحترم الجميل اللي زي الفل اللي بيتقال في الاعلام. طب انت دورك كمدير كوره مع اللعيبه بالمنظر اللي احنا شفناه النهارده ده؟ هيقول لك اللعيبه ما خدتش مستحقاتها وتفكيرها بره الملعب بسبب الالتزامات اللي عليها والشماعات اللي بيدوها للعيبه دي علشان خاطر يظهروا بالمظهر اللي احنا شفناه النهارده. انا مش هقيم اللعيبه من اول حراسه المرمى لحد راس الحربه، لان اتكلمت كتير على محمد عواد، اتكلمت كتير على الونش، اتكلمت كتير على عمر جابر، اتكلمت كتير على محمود جهاد، اتكلمت كتير على سيف فاروق جعفر، اتكلمت كتير على ناصر ماهر. بس مجلس اداره نادي الزمالك متمسك بيهم ويقول لك اصل مفيش فلوس في النادي، اصل في ايقاف قيد في النادي، فمجلس اداره نادي الزمالك جاي علشان خاطر يدمر نادي الزمالك، وبالفعل دمر نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب كان جاي الانتخابات دي علشان خاطر يوصل نادي الزمالك للمرحله اللي هو موجود فيها. مفيش اي كلام تاني يتقال عن اللي بيحصل في نادي الزمالك غير ان مجلس اداره نادي الزمالك كان جاي علشان خاطر يدمر نادي الزمالك. مفيش فنيات في المباراه، الدفاع زي الزفت، اللعيبه مش عارفه تتمركز صح، مش عارفه تدافع صح. اما نص الملعب مش هقول لك ان هو ما كانش بيبني هجمات، لا ده كان بينضرب في كره واحده بس، يعني الدفاع بتاعه مضروب هو كمان. بالنسبه للهجوم مفيش ولا جمله اتعملت طول ال 90 دقيقه من نادي الزمالك قدام نادي سموحه، وده كان ملخص العته الكروي اللي شفناه من اللعيبه اللي بتمثل نادي الزمالك النهارده قدام نادي سموحه بالهزيمه من قدام نادي سموحه بهدف مقابل لا شيء. لايك وشير واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله.